السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد. نقول لكم في البداية رمضان مبارك كريم، نتمنى يدخل على جميع المغاربة وجميع الدول العربية بالخير وبالبركة وبكل الأشياء الإيجابية. فقط غادي نقراو لكم بلاغ ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مراقبة هلال رمضان المعظم 1445 هجرية موافق الأحد 10 مارس 2024، يعني اليوم. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنهي إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم ستكون مساء يوم الأحد 29 شعبان 1445 موافق 10 مارس 2024، راجية منهم أن يخبروها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال. هناك أرقام اللي وضعها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بحيث أنها المراقبة ديال الهلال يعني موزع على الجيش، على مراقبة التراب الوطني، على القضاة، كل ما لهم علاقة بمراقبة الهلال. كاين بعض الدول الإسلامية اللي عندها غدا إن شاء الله رمضان، كالإمارات والعديد من الدول العربية. اليوم 29 شعبان كما كنعرفوا من خلال الآيات القرآنية، من خلال الأحاديث الشريفة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني ننتظر قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم باش تأكد لنا واش يعني غادي نصوموا غدا إن شاء الله أو الثلاثاء. واللي كنتمناو أن شهر رمضان دائما كيكون شهر الخير، شهر الإخاء والمودة، شهر التعاون. الإنسان بمجرد ما كتكلم لي على شهر رمضان كيحس بأن هذا الشهر هو شهر عظيم، وأصلا شهر كبير جدا عند الله. اللي كنطلبوا من جميع الإخوة جميع الأخوات أنهم يساعدوا بعضياتهم، يعاونوا الناس اللي محتاجين، ما يفكروش فقط في ملء البطون ديالهم، يفكروا في الآخرة، يفكروا في يعني في الحسنات اللي غدا يعني تصبح متضاعفة، تتضاعف، لأن الحسنات في رمضان هي شيء اللي كبير عند الله. وندخلوا للموضوع الآخر، ومرة أخرى كنقولوا لجميع المغاربة والعرب رمضان كريم إن شاء الله. الموضوع الثاني، ولا ننسى أيضا أن نوجه رسالة حب وإخاء وتضامن مع الشعب الفلسطيني الأعزل اللي يعاني الأمرين، يعاني الحرب الطاحنة مع دولة الكيان الصهيوني، وأيضا مع جماعات المرتزقة اللي تضر بالمصالح الفلسطينية، اللي كنتمنى لهم أن هذا الشهر يمر عليهم مرور الكرام، وتكون هذا الشهر شهر سلام، والشهر يكونوا فيه يعني بعيدين عن كل هذه المآسي ديال الحرب. ونعود إلى الموضوع الثاني، غادي نتكلموا على موضوع اللي تكلم عليه الكثير من الإخوة، موضوع التمور الجزائرية المسرطنة. هذا العنوان العريض اللي شفناه في العديد من المجلات، ولكن كاين بعض الناس اللي تيتكلم على التمور الجزائري بأنها تمور عادية يمكن لنا نستعملوها. احنا هاد الإخوة اللي كيقولوا هذا الكلام غادي نجاوبوهم بواحد الطريقة اللي عادية. واش سؤال نوجهه للناس اللي كيبغيو الدل بالمعنى، كيبغيو ياخذوا تمور من دولة عدوة، دولة اللي تكره المغاربة، كتبغي المغاربة كل الشرور كل الأخطار، وكيجي واحد كيقول لك الجزائريين خاوة وناخذوا التمور ديالهم. كيف يعقل بأن يكون عندك غير جار سيء راه ما يمكنش تاخذ من عنده الماكلة، إلا جا عطاك شي حاجة وانت عارفو عدو ديالك ما يمكنش تاخذ من عنده، ما تثيقش فيه. وبالأخص دولة اللي 50 سنة وهي تحارب المغرب في الصحراء المغربية، وهاد الناس يعني
تجي مرة أخرى وتقول بأنهم إخوة لنا. كاين بعض الجزائريين قلال، خاصة كبار السن، الناس اللي يعرفوا وعاشوا مع المغاربة، اللي كيعرفوا قيمة المغرب والمغاربة، يمكن نثيقوا فيهم. ولكن هاد الناس اللي كاين واحد العداء اللي كبير وخطير جدا للمملكة المغربية، وكتجي انت كتقول التمور الجزائرية علاش ما نشريوهاش، علاش ما ناخذوهاش. راه هذا نوع من الغباء ونوع من الذل، بأنك تاخذ تمور جزائرية مسرطنة، واللي أغلب الدول العالمية رفضاتها ورداتها، منهم فرنسا، منهم أمريكا، منهم موريتانيا. وهاد الدول ما عندهمش عداء مع الجزائر. المغرب عنده عداء كبير مع دولة الطوابير، دولة الكبرانات، كاين واحد العداء كبير جدا. ونجيو حنا نخليو هاد التمور تدخل المغرب. حنا كنوجهوا رسالة للناس اللي في الموراء، اللي كيراقبوا الحدود، الجمارك، من غير المعقول أن هاد التمور تدخل إلى المملكة المغربية. حنا ضد دخول التمور الجزائرية إلى المملكة المغربية، لأن حنا واخا ما تكونش مسرطنة مثلا، ولكن كاين هناك عداء للجزائر، تعادي المملكة المغربية، تكره كل ما هو مغربي، تسرق كل ما هو مغربي. ونجو حنا نقولوا ناخذ التمور ديال الجزائر، لا للتمور الجزائرية. وهذه رسالة للناس المسؤولين على دخول هذا التمور. أغلب التجار المغاربة قاطعوا التمور الجزائرية. وأيضا الناس اللي ما كيعرفوش حقيقة هذا التمور، عندنا تمور مغربية، علاش ما ناخذوش التمور ديالنا حنا ونشجعوا الاقتصاد الوطني ديالنا؟ علاش اللي كنضربوا الاقتصاد ديالنا أو كنشجعوا اقتصاد اللي هارم، واقتصاد اللي دولة اللي ما عندهاش اقتصاد، الدولة الجزائرية، وكنمشيو حنا ناخذوا التمور ديالها؟ لما هذا الذل وهذا الانبطاح؟ ما عرفناش هاد الناس اللي كيدافعوا على التمور الجزائرية اشنو الغرض منهم؟ واش هم تجار يريدون فقط المصلحة العامة، باغيين غير يدخلوا المال، وما كيفكروش في صحة المواطن، وما كيفكروش في كرامة الإنسان المغربي؟ كرامة المغربي فوق كل اعتبار. يعني يجب مقاطعة هذه التمور، لأن الجزائر ليست بدولة اللي تحب المملكة المغربية. هذه الدولة الجزائرية بقيادة نظامها الفاسد، نظام الكبرانات، نظام العسكر، منذ سنوات وهي كتخسر الملايير باش تخلي المغرب دائما في مشكل في الصحراء ديالو. الآن الصحراء مغربية من طنجة إلى القويرة، رغم أن الجزائر خسرت الملايير، ولكن مع ذلك ما زالت يعني زايدة في إنفاق الأموال الطائلة باش تزيد العداء ديالها للمملكة المغربية، خاصة أنها الآن تعمل جاهدة على خلق واحد العداء كبير من خلال غسل أدمغة الجزائريين، وجعل هذا الشباب الجزائري يكره كل ما هو مغربي. ندخل إلى الموضوع الثاني، وهو موضوع يامين لامال، لاعب اف سي برشلونة ولاعب المنتخب الإسباني، اللاعب المغربي الأصل، اللي كان هناك واحد النقاش كبير، كان هناك شد وجذب باش هذا اللاعب يلعب مع المنتخب المغربي. ولكن هذا اللاعب وأي لاعب آخر عنده الحرية باش يختار المنتخب اللي يرتاح فيه، المنتخب اللي يوفر له كل شيء، لا ماديا ولا معنويا. ونتكلموا على هذا اللاعب، على الأخبار اللي متداولة بأنه ربما سيكون ضمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. كما كيعرف الجميع، فهذا اللاعب الإسباني الجنسية، وأنه كيلعب في اف سي برشلونة وفي المنتخب الإسباني، لاعب اللي صغير السن جدا، ولكن عنده صراحة كما نقولوا بالدارجة مكويري، عنده ما يقول، يعني يستحق أنه يلعب في هذا النادي. وأيضا نتمنى له الخير في المسارات القادمة. نادي الفرنسي باريس سان جيرمان اللي أراد يعني التعاقد، وقدم عرضا لإف سي برشلونة بقيمة 200 مليون يورو، لكن تم رفضه من قبل البارسا.
برشلونة حريص على استمرار يامال التي بات أحد الأوراق الذهبية في قائمة الفريق خلال الموسم الحالي. لذا فلا مجال لرحيله لأي وجهة، على الرغم من القيمة الضخمة التي قدمها النادي الباريزي، والتي ستكلف يعني غادا تدير واحد الحلول كبيرة لباريس سان جيرمان في المنافسة على الدوري الفرنسي، وأيضا على الفرق الفائزة بالبطولة، يعني الأندية البطلة. ولكن كما سمعتوا ففريق اف سي برشلونة رفض العرض ديال 200 مليون يورو. لكن اللي شفنا في الصحافة الإسبانية، وخاصة يعني رئيس النادي الإسباني لبرشلونة، ما عجبوش هاد الثمن اللي غادي يتباع به اللاعب يامين لامال. 200 مليون يورو ماشي شي حاجة بالنسبة لفريق برشلونة، بالعكس النادي اف سي برشلونة طلب 1000 مليون يورو، وهذا رقم خيالي اللي ربما في الأيام القليلة القادمة سيكون هناك نقاش بين رئيس باريس سان جيرمان وأيضا مع المسؤولين ديال فريق برشلونة. مبلغ ضخم 1000 مليون يورو ماشي سهل أنه يضخ في خزينة النادي الإسباني. كل التوفيق لجميع اللاعبين اللي كيعطيو واحد العطاء كبير وكيسجلوا أهداف وكيغيروا يعني الفرق ديالهم من سيء إلى أحسن. يمين لامال كما كنعرفوا فالمسار ديالو منذ الصغر ديالو هو لاعب متميز، وهذا الشيء اللي خلى أن الفريق الكتالاني ما لم يريد بيعه بهذا الثمن البخس. 200 مليون يورو لا تساوي شيئا بالنسبة لفريق اسمه فريق برشلونة، وأيضا للاعب يمين لامال، اللاعب الموهوب، اللاعب الشاب اللي عنده يعني مستقبل زاهر في أوروبا وأيضا في العالم. وبالنسبة للعودة إلى الساعة القانونية خاصة بحلول شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة GMT، وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد مارس 2024. وذكر بلاغ الوزارة أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2/18855 الصادر عن في 16 صفر 1440 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم بعد نهاية شهر رمضان إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024. يعني الساعة القانونية تغيرات بنقصات بساعة، خاصة أن كنا زايدين ساعة على GMT. الآن أصبحنا كنتبعوا يعني GMT على حساب غرينتش، يعني رجعنا للساعة القانونية ديال المملكة المغربية. نقول مرة أخرى رمضان مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. اللي كنتمنوا لجميع المغاربة الصحة والسلامة وطول العمر، والله يحفظ لنا المملكة المغربية من طنجة إلى القويرة، ونتمنوا أن شهر رمضان يمر مرور الكرام على جميع المغاربة، وشكرا لكم.